السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة البطاطس الجمبري بطريقة حلوة جدا جدا. حلوة في السحور وحلوة في الفطار لو مع أكلات شعبية، بجد تحفة قوي. أنا معايا هنا بطاطس مقطعة صوابع، ومعايا معلقتين نشا كبار، و3 معالق من الدقيق، وبابريكا مدخنة، وبهارات بطاطس، ومعلقة ملح صغيرة، ربع معلقة ملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. أنا هنا هقلي البطاطس قلي كامل، وأنا بقليها هحضر الخلطة معايا. احط النشا والدقيق والبهارات البطاطس والملح ومعلقه صغيره بيكنج باودر، احطه كله مع بعضه، وبعد كده هنزل عليهم بنص كوبايه من الميه. تمام. واقلبهم كويس جدا. انا بقلي البطاطس قلي كامل، يعني بتبقى مستويه قبل ما احطها في الخلطه، وبقلب الخلطه كويس جدا لغايه ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بجد تحفه قوي، بتبقى مقرمشه جدا وتغيير عن البطاطس العاديه، بجد طعمها تحفه. وبعد كده بنزل على البطاطس، بنزل احطها في الخلطة هنا، ويكون الطاسة عندي زيت سخن، وببدأ اقليها. بجد طعمها هايل، حلو خالص، جربيها بجد، تغيير عن البطاطس اللي التانية. طعمها حلو قوي. وبعد كده ببدأ احطها بقى في الزيت، اخد بطاطس واحط في الزيت على طول وهو سخن. تمام. وبتبقى مقرمشة قوي، بتطلع مقرمشة وطعمها حلو جدا ولونها ذهبي. بجد حلوة جدا، يا ريت تجربيها، ولايك وشير للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.